أوه. ايوه يا راجل، انا بعدت على البيت يا راجل علشان خاطر اشاركك على 20 فدان. انا ليه يا اخويا ده؟ ليه عندي 5 فدادين بس مش عارف يتكلم عليهم؟ ما المشكله هو ما يعرفش حاجه وانا بصمته عليهم. الجماعه رنوا عليه في البيت وقالوا ده سال عليك يا خوف يكون جاي. حل يا ابني ان شاء الله يا حبيبي، حل يا ابني باذن الله. طب افصل يا عم، افصل. رحنا لعمك في الغيط. افصل يا عم، ده لقيتني كنت افتكرت كوز. يلا نروح له. طب سلام سلام سلام. عارف ان ربنا ان شاء الله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ازيك يا محمود يا اخويا؟ ازيك يا اخويا؟ ازيك يا يوسف؟ يوسف جنبي اهو. يوسف حبيب عمي، اقعد يا يوسف، اقعد يا ابني. هو دي يا ابني. اقعد يا يوسف يا ابني، اقعد. اخبارك ايه يا يوسف؟ الحمد لله يا عم. ان شاء الله يا ابني، ان شاء الله هجيب لك حته تاتش وتبقى 100 100. طب انا انظر كيف يا عم؟ عملت ايه طيب يا حاج محمود في مصر؟ والله يا اخويا الحال ما يطمنش. اقول لك انا يا عمي، قول لي انت يا يوسف يا ابني. رحنا مصر عند اكبر دكتور عيون، اه. قال لي العمليه هتكلف مبلغ كبير يا عمي. كام يعني كام؟ 150,000. ليه؟ هيعمل ايه في عينك هو؟ انا مش منظر يا عمي. لا حول ولا قوه الا بالله. الزمن اللي احنا فيه ده يا ابني عليا بكذا يا ابني. اللي مش ما ينظر احسن من لما ينظر، لان اللي مش ما ينظر يا ابني في الزمن ده مش لما يشوف حد قدامه، لكن لما ينظر ما يشوف بلاوي ويشوف مصايب. طب هتجيب الفلوس منين يا محمود؟ ما انت قلت والله انت اللي هتحل لي المشكله دي. مشكلة ايه يا اخويا؟ ما احنا عندك عشمانين 5 فيك يا عم. فدادين هنا. ليك عندي 5. ايوه. اي يا محمود، انت فاكر نفسك متعلم؟ ده انت بصمج يا محمود. فاكر لما كنت تروح تاكل عندي في البيت واديك بربع الفرخه واقطع لك لحمه واحط لك في الطبق، وبعد ما ناكل اسقيك كوبايه العصير يا محمود، اقول لك امضي ده عشان خاطر نخلص الورق بتاع القصب، امضي ده عشان نخلص الورق بتاع السماني. انت عارف الورق ده بتاع ايه يا محمود؟ بتاع بيع الارض يا محمود. انت قصدك ايه يا عم؟ قصدي فهم ابوك يا ابني. يعني انا مامنك وانت تخوني؟ احنا مش في زمن التامن دلوقتي يا محمود. الاخ ده كان اخوه. والله يا اخويا في الزمن ده كله يقبل ويبلع. انت مش هتفرح لي لما اعمل عمليه يا عمي؟ روح استلف من حد يعمل عمليه ربنا فرح لك. نفسي ابقى زي الشباب اللي ما تمشي وتلعب واللي ما يشتغل واللي ما يتجوز. انا مش صغير، احنا عشمانين في ربنا ثم فيك. هتكسر بخاطر يعني وتمشيني زعلان. لو قلت ماليش غير عم اللي اعرف يتصرف لي في المبلغ ده. انا ممكن يا ابني اصرف لك في 20 جنيه من عندي. 20,000. 20,000 من عندي. وده فين حقي؟ حقك مالكش حق. هو اطلب حقك من المحكمه. لا ما فيش محاكم، انا هطلبها من ربنا. هطلبها من ربنا رب السماوات والارض. اوعى تفكر حاجه بتدوم ولا تفكر حاجه بتقعد. كل حاجه هتضيع، واقبل على عيالك. لما نروح بقى بنتحاسب. يلا يلا مع السلامه، خد ابنك وروح. هنتحاسبن فيك يا عم. روحوا ونعمل وكيل فيك. روحوا يلا. يلا يا ابني. هي ناقصه يا ابني، ربنا يرضيك. هي ناقصه. انا لسه عامل اتصال بالراجل عشان افتح مصنع، تيجي تقول لي عيني ومش عيني؟ يا احترم انت وابوك تاني.